حرفيا يا جماعه صاحبي قال لي انا عايز اكل شويه شعريه بلبن. قلت له مفيش مشكله، خلينا نشوف عملنا ازاي وعجبته ولا لا، يلا بينا. اول حاجه طبعا يا جماعه جبت علبه غسلتها كويس ونشفتها مع درجه حراره الجو، ما نشفتهاش بمنديل ولا فوطه. بعد كده جبت لتر من اللبن وخمس معالق سكر وقلبت ده كله كويس. بعد كده جبت كيس فانيليا، ما تكترش عن كيس عشان ما تبقاش طعم جازع قوي. بعد كده جبت بتاع حوالي ربع معلقه قرفه بودر، بدأت إن أنا أنزل بيها اللي هي تيستنج، ممكن تستبدلها بأي طعم عادي مش هتضر. بعد كده بدأت إن أنا أقلبه على ما يهدى شوية كده ويتجانس السكر شوية. جبت طاسة ومن غير زيت، بعد كده حطيت ربع كيلو شعرية وبدأت إن أنا أنزل بكله. وبعد كده بدأ إن هو زي ما انتم شايفين يحمر معايا وياخد اللون الذهبي. بعد كده جبت حلة ما فيهاش مية برضو وخليتها تنشف قوي. بعد كده نزلت بالشعرية عشان خاطر لما الشعرية بتشرب اللبن بتنفش قوي، فمش هينفع ان انا اعمله في نفس الطاسه اللي انا عملت فيها الشعريه. لو تقدر انت تعمله في صينيه او في اي حاجه واسعه عادي عشان ما تهدرش في الحاجه اللي انت هتشتغل فيها. بدات طبعا الشعريه ان هي فعلا تحمر زي ما انتم شايفين، تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انا عايزه، ما تبقاش محروقه. بدات انزل باللبن زي ما انتم سامعين كده. كانت فكره جميله قوي. طبعا كان في شويه سكر زي ما انتم شايفين في العلبه، اديت لهم شويه بتاع حوالي نص كوبايه ميه، فضيتهم فعلا على الشعريه عشان ما اهدرش حاجه. وبالفعل خليت الشعرية تهدى شوية وتغلي لحد ما تشوفوا الشكل اللي انتوا شايفينه دوت، والشعرية تبدأ تمتص في اللبن. وطبعا كانت ريحتها حلوة قوي، الفانيليا مع القرفة، وممكن تستبدلها بعصير برتقال، بتانك برتقال، بأي طعم تاني. أتمنى إن طبعا وأنا بفضيها كده إن هي تعجب صاحبي. وفعلا بالفعل عجبته قوي، قال لي كانت جميلة جدا جدا. حتى لما دخلناها التلاجة وكانت ساقعة كانت حلوة قوي. وكمان لما شربت اللبن بتاعها يعني ما خليتهاش تبقى صيصة قوي، خليتها تبقى جوسي شوية. زي ما انتم شايفين كده، عجبته قوي. اتمنى طبعا، مش هنسى اقول لكم ان الفيديو لو عجبكم، اي نعم انا عارف ان هو فيديو تقليدي شوية، بس زي ما قلت لكم حاولوا انتوا تعملوا اللي انتوا نفسكم فيه، ما تبقوش تقلدوا اي حد، اعملوا اللي انت عايز تاكله. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تدعموني على قناة يوتيوب رامي سعد محجوب. عارفين يا جماعة دي الشعرية اللي هو بلبن، طريقتها سريعة جدا وزي ما عرفتكم وما بتاخدش وقت. ممكن حبيت انت مثلا تحط لها جوزة هند او اي مكسرات عادي براحتك على حسب الرغبة. حبيت تعملها بعصير برتقال، بمية ورد، سكريات، حاجات كتير بأنواع، بحاجات زي كده، بنكهات معينة براحتك. بس انا اكتفيت بسنة قرفة والفانيليا بس. دلوقتي هنعمل تيستنج عليها، وقبل ما نعمل تيستنج متنسوش تقولوا رايكم على قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب، وهنعمل تيستنج دلوقتي. تمام. طعم حلو قوي. اتمنى ان الحلقه تكون عجبتكم النهارده، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده وفكره جديده وطبق جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تشاو.